فربنا سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يكون متدبرا متأملا، وهذه سلاح للداعية. يضعف إذا ما تصلي في الليل وتتدبر في الآيات، ما تقدر على الدعوة كبيرة قوية، دعوة بمشاكلها بالناس بما فيهم بما ترى. إذا ما تتأمل القرآن بهدوء، تتأمل القرآن وتشوف صنع الله جل وعلا والرسل، يعني هو قصص الرسل الكثيرة في القرآن الكريم هي جاءت لماذا؟ لأن هذا سنة ماضية، فيه ورثة رسل، فيه علماء وفيه طلبة علم وفيه من لابد يكون لهم قدوة. لابد الرسل صار من شأنهم ارتفاع وصار من شأنهم ما هو أقل من ذلك. لابد تنظر تتأمل في الحياة كيف الشأن هو فيك. لابد أن تسعى لثباتك وقوتك في الدعوة. الإيمان بالله جل وعلا في ربوبيته، ثم في استحقاقه العبادة، ترى ذلك بأنواع العبادة، عبادة بالصلاة والدعاء ونحوهما، ثم بالذكر بالاستغفار،